قليل قوي لما تشوف مسلسل او فيلم رومانسي بيحقق المعادلة دي، انه يكون فيلم حلو وفي نفس الوقت واقعي. وغالبا كل الاعمال الرومانسية سواء افلام او مسلسلات بتمشي كده بتيمة معينة، اللي هو اتنين بيحبوا بعض وبيحصل لهم مشاكل وفي الاخر بيرجعوا لبعض. ايا كان بقى الحشو اللي في النص، فهي دي بتبقى التيمة او الاطار العام للفيلم او المسلسل ده. بس اظن ان الفيلم ده عارف يعمل المعادلة الصعبة، انه يكون فيلم حلو مع شوية خيال، بس خيال يتصدق مش اي كلام كده وخلاص. والفيلم ده بيتكلم عن هادلي واوليفر، شاب وبنت بالصدفة كده بيركبوا مع بعض طيارة من امريكا للندن، وبيقعدوا مع بعض طول فترة السفر دي. وده كل اللي يعرفوه عن بعض. يعني احتمالية ان هم يحبوا بعض في الساعات دي مستحيلة، او انهم يشوفوا بعض اصلا فدي حاجة صعبة جدا. وبنوصل لحد ما بينزلوا من الطيارة وبينفصلوا في المطار لاسباب معينة مش هقولها عشان ما احرقلكش حاجة في الفيلم. فهل ممكن الحب يحصل في الساعات دي؟ هل ممكن يحصل بينهم تناغم في الكام ساعة اللي قضوها في الطيارة؟ ده اللي هنعرفه في الفيلم ده. Hadley Sullivan and Oliver Jones will fall in love. This is me. Well, this is unexpected. I've always hated airplanes. Then why are you on a 7? والفيلم ده من بطولة هالي لو وبين هاردي. واظن كمان الفيلم ده متاخد عن رواية بنفس الاسم تقريبا. يعني فيلم الحب من اول نظرة. اول ما تشوف البوستر بتاع الفيلم او تشوف حتة من الفيلم عموما او حتى التريلر هتقول ان الفيلم ده رومانسي ودرامي، بس ده العكس تماما. لان الفيلم يعتبر فيه طابع حزين شوية، وده سبب اصلا سفرهم للندن. كل واحد رايح لسبب معين، بس ايه السبب ده وايه الحزن اللي في العلاقة دي؟ فهل الحب ممكن يجي وسط الدراما والحزن؟ هو ده اللي الفيلم هيجاوب عنه النهارده. وده اللي بيميزه شويه عن باقي افلام الرومانسيه والدراما العاديه، اللي هي شويه رومانسيه على شويه كوميدي وخلاص الفيلم بيخلص. اظن ده اللي بيميزه شويه عن باقي الافلام دي. فرضيه ان اتنين يحبوا بعض من اول نظره موجوده كتير وشفناها كتير، مش بس في افلام اجنبي، لا شفناها في افلام مصريه وعربيه كمان. الفيلم مش بيقول لك الحب من اول نظره ويرميها لك كده وخلاص، لا بيوريك ده بيحصل وسببه ايه، وهل ده فعلا ممكن يحصل في الواقع ولا لا. Just sitting here. Is everything all right? I have to go. I didn't see this coming. Love is a lot of work. It makes no sense. It's not supposed to. معظم الافلام الرومانسيه اللي بنشوفها بنشوف مثلا اتنين بيحبوا بعض وبنبدا بقى نتابع حياتهم واحده بواحده، ازاي بيحبوا بعض والمشاكل اللي بتحصل لهم وبعد كده بيحصل لهم ايه. الفيلم ده مختلف شويه، لان الفيلم ده بيبدا باتنين اصلا هما بيسالوا عن عيوب بعض، انت بتخافي من ايه وانت بتخاف من ايه. فالسؤال ده مش تقليدي قوي في اول العلاقه. في العلاقات العاديه بيبقى كل واحد عايز يبين مميزاته، انت يا عم عامل ايه، ده جون سينا، وانت يا ستي ده انا ايميليا كلارك وبتاع، وكل واحد بيحاول يبين اجمل ما فيه. بس دول اول ما تقابلوا انت عيوبك ايه وانت بتخافي من ايه، لا انا بخاف من المايونيز وانا مش عارف بخاف من ايه. فكل الحاجات دي قدرت تقول لك ان الفيلم ده لا انت داخل على فيلم مختلف. وكمان حته عجبتني حته ان الراوي موجود على مدار الفيلم. يعني مثلا الراوي موجود على انه مضيف الطيران، او مثلا ضيف في الفرح، او مثلا ما اعرفش مش عارف ايه. فهتلاقي الراوي معاك على مدار الفيلم بيحاول يصلح العلاقه، حاجه حصلت غلط بيوريك حاجات انت مش شايفها. فحته الراوي بالنسبه لي كانت حلوه جدا في الفيلم ده. وكمان حته حلوه في موضوع الراوي ده ان هي مش بتكلم الشخصيات، ما بتقولكش الشخصيه دي بتعمل كذا ولا الشخصيه دي بتعمل كذا، لا هي بتكلمك انت بالظبط، بتبص للكاميرا زي ما بكلمك وبتكلمك انت. فحته الراوي دي كسرت اي حاجه ممكن تحصل لك في الفيلم. حسيت بشويه ملل، لا هيخش الراوي يفوق. فبالنسبه لي حته انه كان بيتكلم معانا عادي كده كان بالنسبه لي فيها مبالغه شويه، بس كان فعلا حلو. A slim to none. This is my number. Text me so I've got yours. Oh no. The odds of finding them again. Good luck. بالنسبه لي اخراج الفيلم ما كانش اللي هو اخراج عبقري واحسن حاجه في الدنيا، بس لا كان اخراج حلو ويتشاف. يعني حتى الوان الفيلم كانت حلوه جدا وشويه كادرات حلوه. يعني فيلم كده يعني فوق المتوسط بشويه من حيث الاخراج والالوان. وبالنسبه لكيمياء هالي لو وبين هاردي كانت حلوه جدا. اللي هو انت هتقول ايه ده انتوا يا عم لاقيين على بعض جدا، ايه الحلاوه دي. فكانت كيمياء حلوه جدا وهتحس بيها على مدار الفيلم. لما بنشوف الافلام الرومانسيه لازم تسال كام سؤال كده. بتسال نفسك هل ممكن نعيش قصه حب زي دي؟ هل فعلا ممكن نقابل حد بالصدفه ويبقى ده شريك حياتك؟ وده اتوصف حلو جدا في الفيلم لما البطله سالت والدها وقالت له الموضوع كله مجنون وملوش اي معنى. قال لها مش لازم يكون في معنى، الحب اصلا شيء مش منطقي. ودي بالنسبه لي كانت احلى اجابه في الفيلم كله على اهم سؤال. فعلا الحب مش منطقي وما فيهوش اي منطق. فيلم لاف ات فيرست سايت مش من احلى الافلام الرومانسيه اللي انت ممكن تشوفها، بس هيديك اللي انت عايزه
قصه رومانسيه حلوه ونهايه سعيده، وفي نفس الوقت بيفكرك ان الحب مش لازم يكون منطقي، وان الدنيا ممكن تفاجئك وتخليك تواجه كل مخاوفك. شوف انت عمال تحسب ليه وفجاه حصل اللي حصل، وساعتها الحسابات ما بيكونش ليها اي لازمه، زي ما كانت دي مخاوف البطل، كل حاجه كان بيحسبها بس فجاه كل حاجه اتغيرت. يعني لو انت محظوظ وبطاريتك فضيت ممكن ساعتها تقابل شريك حياتك. وبس كده، ده كل كلامنا عن فيلم لاف ات فيرست سايت. وعلى فكره الفيلم ساعه ونص، يعني ممكن تشوفه وانت بتاكل وانت بتعمل حاجه، فيلم خفيف كده هتقدر تشوفه في اي وقت، والفيلم على نتفليكس وعلى النت عموما. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. وسلام. لو انت خاطب او متجوز اقعدوا شوفوا الفيلم ده مع بعض، والفيلم عموما ما فيهوش مشاهد خارجه كتير غير بس مشهد كده في اخر الفيلم، فانصحك بيه. لو انت متجوز او انت خاطب اتفرجوا مع بعض، مفيش مشكله واتبسطوا. وبس كده، سلام.